السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اسماء سليم، وهنا هتلاقوا وصفات سهلة وسريعة وكمان اقتصادية. يلا نتابع الفيديو للاخر. ما تنسوش اللايك ولا الشير، ولو اول مرة تشوفوني في القناة فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس قبل ما نبدأ اي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى صحبه اجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الطحينة الخام بطريقة سهلة وبسيطة جدا. من النهاردة مش هتحتاجي تشتريها من بره تاني، وهتكون افضل من اللي بنشتريها بكتير جدا. مقاديرنا سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. هنا احنا بنعمل هنا دي مقادير هتطلع معاكي حوالي كيلو الا ربع طحينه خام صافي. هنا بنحتاج كوبايه سمسم، نص هنجيبها نص سمسم محمص، والنص التاني سمسم ابيض، وكوبايه دقيق، وكوبايه زيت، وربع كوبايه سوداني، ورشه ملح. كل المقادير دي لازم الاول هنطلع منها الرطوبه. يعني ايه الرطوبه؟ هنسخنها على النار، بس احنا مش هنديها لون، لا احنا مجرد اللي احنا بناخدها تقلبتين بس على النار، علشان خاطر ما تحاوليش تتكي عليها وانتي بتحمريها، علشان ما تمررش منك تدي طعم مش لطيف. انت مجرد بس هتقلبيها بس في صينيه سخنه كده على نار واطيه جدا. والدقيق تخلي بالك منه علشان خاطر ما ياخدش منك لون، لا احنا مش عايزين نغير طعمه ولا حتى لونه. واللون هيطلع معاكي بالطحينه هتبقى جميله جدا، عشان انا عاملاها بنص سمسم محمص، والنص التاني ني. انت بتشتريه كده من عند العطار، بتقولي له عايزه سمسم ني خالص، ونص وسمسم محمص. والسوداني وكله احنا كده ايه، شلنا منه الرطوبه من على النار. بس كده. دلوقتي بقى هتيجي طبعا الفقره بقى بتاعت اللي احنا ايه، هنضرب كل حاجه في المطحنه بتاعه الخلاط. اولا الكبه مش هتنفع، مش هتطلع لك السمسم ناعم، لا احنا لازم بنعملها في مطحنه. لو عندك مطحنه لوحدها يا ريت تكون تمام جدا، لو ما عندكيش ومتوفره بس مطحنه الخلاط هوريك هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. وفي نفس الوقت اللي انت برضو ما تجهديش معاكي الخلاط جامد. هنا انا خدت الاول السمسم اللي احنا طحناه، اللي احنا قصدي حمصناه، هناخده بقى جزء جزء، ما تمليش المطحنه على الاخر عشان يرضى ايه ينفع ينعم معاكي قوي. هنا انا اتضرب معايا شويه وحسيت اللي هو تقل معايا جامد، ولسه برضو ما نعمش. فهنعمل ايه؟ هنفتح عليه وهنروح ضايفين معلقتين زيت. الزيت هيسهل عليكي جدا وانتي بتطحنيه في المطحنه التوابل، وهيبقى سريع معاكي وهتطحن وهتشوفيه هيبقى عامل زي الكريمي بالظبط. بس كده. انت لو تلاحظي كمان خلاص يعني تحسي ان السمسم مشي معاكي في المطحنه وهو بيتضرب. هنا هتنزليه وهتفضلي بقى ايه تعملي بقيه المكونات كده. هتاخدي برضو السمسم التاني والسوداني لغايه ما تخلصي كل المكونات، وهتشوفي معايا الخطوه دي انا سايباها كلها بالتفصيل عشان تشوفيها اتعملت معاكي ازاي. وده السمسم اللي هو ما كانش محمص، اللي هو كان ابيض. برضو تضربيه شويه، بعد كده لما تحسي اللي هو تقيل معاكي جامد هتروحي ضايفه برضو معلقتين زيت زي ما هتشوفي معايا كده، وهتشوفي النتيجة تحفة. اللهم بارك بجد بجد. لما هتعمليها مش هتحسي ان انت عايزة تشتري تاني من بره خالص، وهتبقى لونها جميل، ولا فاتح قوي ولا غامق، والطعم جميل عشان احنا يعني عاملين مزيج بين السمسم المحمص والسمسم الابيض والسوداني. حاولي ما تزوديش سوداني قوي عشان ما يضغيش على طعم الطحينه كلها، هتحسي الطحينه كلها طعمها سوداني. لا احنا عايزين نزود قيمه غذائيه، وفي نفس الوقت بندي طعم حلو ولون حلو للوصفه. هنا بقى الخطوه دي انا كده خلاص طحنت كل حاجه. بجيب بقى الزيت بضربه الاول، باخده ضربتين بساط قوي قبل ما اضيف عليه اي حاجه خالص. هيخلي لي الطحينه لونها فاتح ومش هتبقى غامقه معاكي. انا كده خدته ضربتين وهروح ضايفه عليه الدقيق زي ما هتشوفي معايا كده. كده دي كوبايه الدقيق انا كده بضيفها كلها. انا كده ضفتها، ورشه الملح. رشه الملح دي ما تنساهاش، مهمه جدا جدا جدا. كده انا وهروح ضايفه بقى عليها ايه السمسم بقى المطحون والسوداني وكله، واروح برضو ضرباه في الخلاط. الخطوه دي ممكن تعمليها في الكبه دي مفيش مشاكل، لو عندك كبه وعايزه تعمليها في الكبه بدل الخلاط تمام. ولو مفيش الخلاط هتشوفيه هيكفي وهيبقى تحفه جدا، واكني يعني احلى من المشتريها من بره بكتير جدا كمان. ولازم برضو تقلبيها عشان بيبقى تحت، عشان تبقى تقيله شويه، فعشان تحت ما تدخلتش وهتبقى تلاقي في جزء مش مخلوط، لا قلبيها عشان كلها تاخد قوام واحد.
ولازم انتي حمصتي الحاجه فبتبقى سخنه، لازم بنشتغل في كله في السخن، عشان يعني كل حاجه بتبقى سخنه علشان يبقى تطلع معاكي النتيجه اللي انت شايفاها ديت كده. بس كده هتشوفيها نازله، هتشوفيها هتبقى عامله ازاي ما شاء الله. الزيت مش